كتير مننا بيشوف ان بيقابله في حياته مواقف وابتلاءات ومصايب غير طبيعية، وكل ما يقوم منها يلاقي نفسه وقع تاني، كل ما يقوم يلاقي نفسه وقع تاني. ومن هنا بيبدأ يقول انا في حاجة بتحصل في حياتي غير طبيعية، وبيبدأ يفكر على طول في ان حد حاسده، حد باصص له في حياته، حد عامل له عمل. تعالوا بينا نعرف حقيقة الموضوع ده. تابعوا معايا الحلقة لحد الاخر علشان فيها حاجات تهمك وتهمك جدا جدا جدا. بس الاول مش هفكركم تعملوا لايك للفيديو وعمل سبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا نبدأ الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد سويد من قناة بزنساوي سويد. ليه الكل في حياته شايف ان هو محسود؟ ليه اغلب الناس او غالبيتنا شايفين ان هم محسودين او معمول لهم عمل، وشايفين ان اغلب الناس او معظم الناس بصلهم في حياتهم؟ هل كده العيب فينا ولا العيب في الناس اللي بتبص لنا في حياتنا؟ رغم ان الحسد والنظر الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم حديث: اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. وربنا قال في سورة الفلق: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يعني من الآخر مفيش لا كلام ولا جدال في موضوع الحسد ونظرة الناس والعين. لكن بصراحة يا جماعة الموضوع بقى أوفر قوي قوي قوي. بنشوف ناس كتيرة جدا معلقة شماعتها على الحسد، إن أنا محسود، إن أنا معمول لي عمل، إن أنا الناس بتبص لي في حياتي في كل خطوة أنا بعملها. طب هنفترض بالفعل إن في حسد وفي ناس بتبص لك وفي ناس بتحسدك أو بتحسدك، فيا جماعة ليهم حل، ليهم حل إنك تحصن نفسك، وده هنقوله كمان شويه باكتر من كذا حاجه، وهقول لك ايه هي اسباب اللي بتؤدي الى انك تتحسد او انك يتعمل لك عمل او ان الناس تبص لك. الكل او الغالبيه دلوقتي بيعلق شماعته على الحسد. انا محسود، انا حد باصص لي في حياتي، انا حد عامل لي عمل، يحصل له مصيبه ده انا حد عامل لي عمل، يحصل له مشكله ده انا حد حاسدني، يحصل له حاجه في حياته او لابنه او لاهله او في شغله او لمراته او لاي حاجه شخصيه في حياته، يقول لك ده انا محسود والناس بصلي في حياتي. الموضوع فعلا بقى اوفر. طب هفترض دلوقتي انك بالفعل اتحسدت او انك بالفعل بعمل لك عمل، ايه هو الحل في حاجه زي كده؟ الحل في تحصين نفسك، الحل في القرآن الكريم زي ما اتذكر في القرآن الكريم والأحاديث النبوية. طبعا أنا مش هتعمق معاكم في الأمور الدينية، لكن لها أمور كتيرة جدا في علاجها وفي تحصينها، وتقدروا ترجعوا للناس المتخصصة بالأمور دي. أنا بصراحة عملت الحلقة دي مخصوص النهاردة من كتر ما بقيت أشوف ناس كتيرة، سواء بتقابلني مقابلة مباشرة أو سواء في بوستات على النت أو على السوشيال ميديا، إن كله بقى يكتب الموضوع ده على الملأ. طيب إيه هي أسباب الموضوع ده؟ وليه إحنا بنتحسد؟ وليه الناس بتبص لنا؟ طيب نرجع ورا كده خطوتين ونفكر في نفسنا شويه. مش يمكن يكون العيب من عندنا؟ مش يمكن نكون احنا السبب؟ او في حاجه احنا بنعملها ومش واخدين بالنا منها وبتوصلنا للمرحله دي من التفكير ان احنا لازم نفكر ان احنا محسودين او ان احنا معمول لنا عمل؟ طب زي ايه؟ اولا اخبارنا وحياتنا دايما بنقولها للناس اول باول. ثانيا كل موقف في حياتنا بنصوره وبننشره على النت وبنتمنظر وبنتفشخر بيه. ثالثا مش بنتعلم من المواقف الغلط اللي احنا بنعملها في حياتنا، ودايما بنكرر نفس الغلط، ودايما بنتأذي نفس الأذية وتتكرر معانا مرة والتانية والتالتة بدون ما ناخد بالنا من حاجة زي كده، او بنبقى متعمدين ان احنا لازم نقول اخبارنا او ننزلها او ننشرها او نتفشخر ونتمنظر بيها بمعنى اصح. 4 دايما عاوزين نشارك الناس حياتنا على السوشيال ميديا. انا اتخرجت، انا اتفسحت، انا نجحت، انا كسبت، انا اشتغلت، انا اتجوزت، انا خلفت، ده انا اخدت مكافأة، ده انا اتخصم مني، ده انا هطلع رحلة. صور كل خروجه بنخرجها، صور الحياة الأسرية زي البلوجر والمشاهير وأغلب الفنانين اللي بنشوفهم بينشروها على النت وعلى السوشيال ميديا على الملأ. بننشر لنفسنا مواقف حلوة على السوشيال ميديا وصور لخروجات وفسح، رغم إن في ناس كتيرة جدا من الأصدقاء ومن الأهل اللي موجودين حواليك بيكون عندهم مصايب وبلاوي، زي حد عندهم مات، حد حصل له حادثة، في مصيبة، في حد عيان، في حد مريض، في حد لا قدر الله حصل له كارثة من الكوارث، وبتكون المشاكل دي منكده عليهم عيشتهم. فتخيل بقى لما هو يكون جارك او حد من اهلك او صاحب ليك وشاف ان انت عمال تنزل في صور وفيديوهات وفرحان، فتخيل بقى ان انت عمال تنزل في صور وفسح وخروجات ليك، وفي حد قريبك او من اهلك او من اصحابك عنده بلاوي وعنده مصايب وعمال يشوفك وانت بتنزل الصور او بتنشر البوستات دي. هيكون ايه وضعه؟ هيفكر فيك ازاي؟ هل هيبص لك وهو مبسوط، ولا هيقول لا ده مش واخد باله مني، لا النهارده مش شاغل باله بيا، ده مش شايل همي، ده مش خايف على مشاعري؟ طب يا عم حط نفسك مكانه وشوف انت هتفكر فيه ازاي وهتبقى عامل ازاي لو هو اللي عمل كده وانت لا قدر الله كنت انت اللي واقع في المصيبه اللي هو واقع فيها دي. ونتاكد من ان الموضوع ده زاد بشكل كبير جدا بعد دخول الانترنت والتكنولوجيا والسوشيال ميديا.
الاول ما كانش فيه الكلام ده خالص زمان، لكن حاليا دلوقتي الموضوع ده كتر بالفعل. الحسد زاد، العين زادت، النظرة زادت، بسبب ان احنا اللي عملنا في نفسنا كده. احنا اللي بننشر الكلام ده، واحنا السبب في ان احنا نتنظر او نتحسد او يتعمل لنا اعمال. فما تلومش حد بيبص لك، ما تلومش حد بيحسدك، ما تلومش حد انه باصص لك في حياتك. انت السبب في كده، وانت اللي بتعمل في نفسك كده. عندك موقف حلو عايز تنشره على السوشيال ميديا عشان تجمع كومنتات ولايكات واكونتات كتيره تبدا تتابعك. عندي موقف وحش عايز انشره علشان الناس تبدا تتعاطف معايا وتقف جنبي وتعرف ان عندي مشكله، واشوف لو حد فيهم هيساعدني او حد يقف جنبي او حد يتعاطف معايا. فحتى في المشاكل انت بتنشر علشان كده، انت هتنشر لسبب ايه تاني؟ رغم ان محدش فيهم اصلا والله هيعبرك ولا هيسأل فيك، مش عشان حاجه، لا، علشان ان الكلام ده فعلا كتر جدا على النت، والكل بقى زهقان منه، ومن كتره بقى فيه لا مبالاة من الناس اللي بتشوفه. ما بقاش حد اصلا يهتم بيه لما بيلاقي حد منزل حاجة بالشكل ده. طيب ايه الحل في الموضوع ده؟ والله الحل واضح جدا وكلنا عارفينه بالكامل، مفيش حد ما يعرفوش. ان احنا بدل ما نتمنظر وننشر على النت، لا، ان احنا نلجأ لربنا، ان احنا نتكلم مع ربنا، ان احنا نحمد ربنا، ان احنا نصلي، ان احنا نحاول ان احنا نقرب من ربنا، ان احنا نفضفض مع ربنا، مش نفضفض مع الناس على الدردشه وعلى الشات وعلى السوشيال ميديا. والله ما حد هيفيدك بحاجه، ولا حد هيعمل لك حاجه، ولا حد هيساعدك بحاجه. انت اللي هتساعد نفسك بنفسك بعد ما تلجأ لربنا وتشتكي همك لربنا. مش بقول لكم كده ان انا ملاك واني ما بعملش كده، لا طبعا، انا بعمل وغيري بيعمل والغالبيه بيعمل، ويمكن الكل بيعمل كده، بس بدرجات متفاوته. في ناس مبالغه جدا 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 في المواضيع دي، فاحنا لازم ناخد بالنا منها علشان ما نتسببش الضرر لنفسنا بعد كده. صدقوني والله، علشان ما نتعبش في حياتنا وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، محتاجين نحافظ على اسرارنا العمليه، اسرارنا الشخصيه، اسرارنا الاسريه. محتاجين نفضفض مع ربنا، نرجع لربنا، مش كل حاجه تحصل لنا نرجع بيها ونشاركها على الانترنت. محتاجين نفكر في كل حاجه حلوه او وحشه بتحصل لنا في حياتنا، ومش دايما نعلق شماعتنا على نظره الناس لينا والحسد والحقد. محتاجين نعرف ايه هو حجمنا كويس، ايه انا او انت او انتي او غيرنا، علشان الناس تسيب كل همها وكل اللي وراها وكل مشاغلها وتبدا تبص لنا في حياتنا، تبدا تحسدنا. الناس يا جماعه بقى فيها اللي مكفيها، وما بقتش فاضيه لا للحقد ولا حسد ولا غيره ولا الكلام ده. الناس بقت مشغوله انها تعدي يومها بالستر ورضا ربنا عليها وتاكل عيالها بلقمه العيش الحلال، فمش هيسيبوا كل اللي وراهم ويفضلنا عشان يقعدوا يحسدونا ويقعدوا يعملوا لنا اعمال والكلام ده. ولو حصل ده بالفعل، يبقى العيب والمشكله من عندنا، واحنا اللي وصلنا الناس ان هي تعمل معانا كده. فساعتها ما نلومش الناس وما نلومش غير نفسنا. اتمنى تكون الرساله وصلت وبفايده، وحقيقي والله نفسي الناس كلها تبقى كويسه ومرتاحه وربنا كريمها وراضي عنها. واتمنى يكون موضوع الحلقه عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعيل زر الجرس، وتتابعوا معايا باقي السلسله في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.